أعزائي طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية والثانوية، الكورس ده ليكم. طبعا من أكتر المشكلات اللي بتواجهكم هي الكتابة. وطبعا الكتابة ليه؟ الكتابة لأن طبعا إحنا بالنسبة للامتحان يا إما بنرتب، بنحاول نجاوب المحادثة، بنكتب باراجراف، بتجاوب على أسئلة القطعة. فطبعا مشكلة الكتابة هنا بتبقى مشكلة بتواجه بعض الطلبة مننا، وعلشان كده عملت الكورس ده للكتابة عشان ننمي الكتابة أو نطورها من الصفر حتى الاحتراف بإذن الله، من أول إزاي تكتب كلمة لحد ما نكتب جملة مركبة مكونة من أكثر من جزء. قبل ما نبدأ معاكم مس رشا جلال، ودي قناة مس إنجليزي. يا ريت اللي لسه مشتركش معانا في القناة ينزل بسرعة يفعل زر الجرس ويشترك معانا عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير. كورس الكتابة اللي هشتغله معاكم دلوقتي طبعا مش هيكون عبارة عن فيديو واحد، لا هيبقى عبارة عن سلسلة فيديوهات أو أكثر من فيديو. طبعا احنا اتكلمنا على ان احنا نتعلم الكتابة من أول الكلمة لحد ما نوصل للجملة المركبة والجملة المعقدة اللي هي مكونة من أكثر من جزء. على سبيل المثال لو أنا بصيت على جملة زي اللي أنا كاتباها قدامكم دي: He runs around the park every morning so he is in pretty good shape. لو أنت بصيت على جملة زي دي، هل سهل إن أنا أكتب جملة زي دي بدون ما أعرف he ده إيه، runs إيه، around the park؟ طبعا لا، لازم أكون عارفة كل كلمة من دي اسمها إيه أو تصنيفها إيه وترتيبها بيجي إزاي. فده اللي أنا بتكلم فيه. فطبعا إحنا هنبتدي الأول. أول حلقة معانا هنعرف أجزاء الكلام. أجزاء الإيه؟ parts of speech، أجزاء الكلام. لما أجي أتكلم عن أجزاء الكلام هتلاقيني بسأل نفسي سؤالين. السؤال الأول: how many parts of speech are there؟ how many parts of speech؟ كم عدد أجزاء الكلام؟ هتلاقيني بسأل نفسي كمان سؤال: what are their names and functions؟ إيه هي أسمائهم وإيه هي وظيفتهم؟ مهمتنا في الفيديو ده إن أنا هجاوب على السؤالين الاتنين. أول حاجة how many parts of speech؟ عندي 9 parts. 9 parts، 9. 9 هسميهم لك دلوقتي وأقول لك كل اسم وظيفته إيه. نيجي لأول جزء من أجزاء الكلام وهو nouns. أول جزء من أجزاء الكلام اسمه إيه؟ nouns، الأسماء. الأسماء دي ممكن تكون أسماء people، things، animals أو abstract ideas. عندي هنا people ناس، أشخاص زي إيه؟ عندي زي علي، زي أحمد، زي منى، أي اسم. عندي دكتور، عندي أي طبعا دكتور، تيتشر، فيت، أي برضو إيه، أي اسم بيطلق على أي شخص، ده مقصود ب people. طيب things، الأشياء زي إيه؟ زي عندي pencil اللي أنا بكتب بيه، pen، tree، تمام، window، أي اسم، book، كتاب، أي شيء. animals طبعا عندي cat، عندي dog، وطبعا برضو الانيمالز بالنسبة لنا هيبقى أي اسم حيوان، ودي سهلة جدا عندنا كلمات كتير. طيب نيجي الابستراكت ايدياز. زي ايه الابستراكت ايدياز؟ زي مثلا السعادة happiness، عندي time الوقت، كلمة money، وهكذا. يبقى عرفنا أول جزء من أجزاء الكلام هو الناونز. الناونز دي إما أشخاص أو أشياء أو حيوانات أو أسماء أفكار مجردة، زي كلمة happiness، زي كلمة time، زي كلمة money، علي، دكتور، pencil، pen، tree، cat، dog. طيب نيجي لتاني جزء وهو الverbs أو الأفعال. الأفعال دي عبارة عن إيه؟ ممكن تكون الverbs actions، هي طبعا حركات أو أفعال بيقوم بيها الإنسان، زي مثلا run، زي eat، تمام. عندي زي win يفوز، زي fly، أو describes state يعني إيه؟ الأفعال دي بتوصف حالة معينة الإنسان موجود فيها، زي مثلا verb be
زي ما بنقول he is happy. be هنا يكون. تمام. زي عندي قلنا verb be، عندي زي مثلا love verb يحب، وعندي طبعا hate like understand. تمام. يبقى عندي الأفعال عبارة عن إيه؟ الأفعال يا إما بتوصف actions حركات أو أفعال بيقوم بيها الإنسان، زي run eat win fly، وطبعا زيها أفعال كتيرة جدا احنا عارفينها، أو describe state زي be زي love زي understand زي like زي dislike. تمام. تالت جزء عندي من أجزاء الكلام هو adjectives. إيه هي الadjectives؟ هي الصفات. طيب وظيفة الصفات إيه؟ describe nouns يعني بتصف الأسماء، الصفة بتصف الاسم، الصفة بتصف الإيه؟ الاسم. زي إيه؟ عندي زي big and small and beautiful and red. تمام؟ كل دي صفات. رابع جزء من أجزاء الكلام هو adverbs اللي هو الظرف أو الحال. طب الادverbs دي وظيفتها إيه؟ قال لي describe verbs. الادverbs بتصف الأفعال، زي عندي مثلا زي quickly، زي loudly. تمام. عندي كلمة angrily happily. طبعا احنا عارفين adverbs كتيرة، وممكن an adverb يصف صفة. an adverb يصف ايه؟ صفة. زي ايه؟ زي very دي is an adverb. طب بتصف ايه؟ ممكن تصف صفة زي ما اقول very slow، وممكن describes an adverb، وممكن تصف كمان ايه؟ adverb تاني او ظرف تاني او حال تاني زي ما بقول very slowly. طبعا ورقة وقلم وتكتب ورايا كل الكلام ده. يبقى أنا عندي هنا رابع جزء من أجزاء الكلام. نراجع مع بعض كده من الأول. احنا قلنا أول جزء من أجزاء الكلام قلنا nouns. الناونز الأسماء عبارة عن إيه؟ قلنا people things animals زي ألي دكتور pencil pen tree cat dog، أو abstract ideas زي happiness زي time زي money. طيب تاني جزء من أجزاء الكلام كان الverbs اللي هي الأفعال actions زي run زي eat زي win زي fly، and describes state أو بتصف حالة زي إيه؟ زي be زي love زي understand زي like. عندي جينا للجزء الثالث وهو كان adjectives describe nouns. طبعا احنا عارفين ان adjectives بتصف ايه؟ بتصف اسماء زي ما اقول big small beautiful red. عندي الجزء الرابع اللي احنا قلناه اللي هو الادفيربس، والادفيربس دي طبعا احنا قلنا هي describe verbs، هي بتصف افعال زي quickly loudly. عندي طبعا كمان an adverb اللي هو very، ده ممكن يصف صفة أو يصف adverb تاني زي ما أقول very slow أو very slow. ونيجي للجزء الخامس. عندي الجزء الخامس هو البروناونز اللي هي الضمائر. طيب وظيفة الضمائر دي إيه؟ to avoid repeating other words. إحنا بتخلينا ما نكررش الكلام. يعني عندي ضمائر زي إيه؟ طبعا زي ضمائر الفعل اللي كلنا عارفينها، في ضمائر مفعول، في ضمائر ملكية، في reflexive pronouns. ده كلها طبعا ايه بالتفصيل كده هنبقى نعرف بعدين كل حاجة وظيفتها ايه. عندي زي ضمائر الفعل زي I you she، عندي ضمير مفعول زي them. خلاص. فدي بتخليني ما اكررش الكلام زي ما اقول مثلا علي is a doctor، علي is a doctor، علي يكون دكتور. he is kind، he مين؟ طبعا قدامي جملة بسيطة هي علي is a doctor he is very kind. طبعا علي يكون دكتور. هي دي اللي هي عايدة على مين؟ على علي. يبقى الضمير هنا ما خلانيش اكرر الاسم زي ما احنا قلنا وظيفتها ايه؟ ان انا ما اكررش الاسم تاني. لو بصينا لجملة بسيطة زي دي هلاقي ان انا دلوقتي اقدر احدد اجزاء الكلام الموجودة فيها كلها. علي اسم، عندي is the verb طبعا، وعندي طبعا الدكتور برضو اسم، وعندي he pronoun ضمير، و is verb و very طبعا ده is an adverb، و kind هنا is an adjective هي الصفة، و adverb هنا بيصف صفة. تمام. نيجي للجزء السادس من أجزاء الكلام
بعد كده عندي الجزء السادس هو prepositions. ايه هي prepositions؟ حروف الجر. حروف الجر دي بتيجي before nouns، هي بتيجي قبل الأسماء أو noun phrases، أو قبل الجملة أو العبارة الاسمية، قبل العبارة الاسمية. طيب وظيفتها ايه؟ they add an idea. دايما هتلاقي ان الادفرب أو الجملة اللي جاية أو الفريز اللي جاية على رأسها adverb، تمام، هتلاقيها ان هي بتضيف معلومة. بتضيف ايه؟ معلومة. زي ما أقول on Wednesday، ضفنا المعلومة ان اللي حصل قبلها ده كان يوم الأربعاء. on the corner at 10 o'clock. at 10 o'clock كان الساعة 10 أو الساعة 10. تمام، يبقى هنا وظيفتها they add an idea. بيجي فين؟ بتيجي before nouns or noun phrase. نيجي ل number 7 conjunctions. conjunctions اللي هي روابط، ودي احنا بنقول روابط يبقى وظيفتها ايه؟ connect two things. بتربط حاجتين. عندي روابط زي ايه؟ عندي and، عندي or، عندي so، but، although، however. عندي روابط طبعا كتير. نيجي number 8. number 8 determiners. ايه هي determiners؟ المحددات. عندي زي a، the، this، that، my، your، his، her، 10، زي كلمة زي phrase 10 bananas، أو some people. طيب المحددات دي وظيفتها ايه؟ احنا بنقول محددات، يعني لما أقول 10 bananas يبقى هنا أنا أقصد 10، أنا 10، مش 8، مش 9. أما أقول his book أنا قصدي الكتاب بتاعه هو، مش كتابها، مش كتابهم، لا. أما أقول ذا دور مثلا أو ذا باك أقصد الحاجة دي بعينها. تمام. this بقصد هنا إن this ده اللي هو القريب مش البعيد، لا أنا عايزة ده. تمام. فهتلاقيها دايما بتيجي قبل الأسماء. المحددات دي بتيجي قبل الأسماء عشان تحدد الاسم بحاجة معينة. تمام. ونيجي لآخر حاجة اللي هي number 9. تاسع حاجة وآخر جزء اللي هو الانترجكشنز. عندي ايه هي الانترجكشنز دي؟ دي words or phrases that show how you feel. دي عبارة عن words أو phrases بتوضح أنت حاسس بإيه، أنت حاسس بإيه. زي ما أقول ouch ouch لما الواحد بيتخبط أو بيحصل أي حاجة ليه يقول ouch أو. خلاص، دي أصوات كده ترجموها في حروف بتصدر عشان أقول إيه اللي أنا حاسس بيه أو الانطباع بتاعي وأنا بتكلم إيه. تمام. وبكده نكون قلنا أجزاء الكلام ال 9 parts of speech ونعيد عليهم بسرعة. قلنا أول حاجة nouns، وقلنا nouns دي people، things or animals. وبعد كده قلنا ال verbs، وقلنا ال verbs إما actions زي run، eat، win، fly، أو describe state زي be، love، understand، like. قلنا تالت حاجة ال adjectives، وال adjectives دي قلنا describe nouns بتصف اسم زي big، small، beautiful، red. عندي adverbs اللي هو الظرف أو الحال. وقلنا ال adverbs دائما هتلاقيها describes verbs هي أو describe verbs هي بتصف أفعال. وطبعا زي quickly، زي loudly. عندي very ده describe adjective و describe an adverb يعني بيصف اسم أو بيصف very describes an adjective بيصف صفة زي very slow، أو describes an adverb بيصف ظرف زي ما أقول very slowly. بعد كده number 5 pronouns الضمائر زي I، you، she، them. وعندي prepositions حروف الجر، ودي طبعا before nouns or noun phrases بتيجي قبل النون، قبل الاسم أو noun phrase. زي ما أقول on Wednesday، on the corner، at 10 o'clock. فعندي هنا حرف الجر أو preposition هو on و at. تمام. بعد كده عندي conjunctions اللي هي الروابط connect two things. قلنا and، عندي or، عندي although، عندي however، عندي but، عندي so. عندي روابط كتيرة جدا. وبعد كده عندي determiners اللي هي المحددات. عندي a، the، this، that، my، your. أنا بحاول أجيب مثال من كل حاجة، يعني من كل فئة بجيب مثال أو مثالين. وعندي آخر حاجة ال interjections ودي طبعا words or phrases that show how you feel. وطبعا بكده نكون وصلنا لأجزاء الكلام. وتقدر تعمل شجرة كده أو دايجرام تكتب فيه ال9 أسماء زي ما احنا هنعمل مع بعض دلوقتي. وفي الآخر هنعمل كده دايجرام عشان ننقل المعلومات طبعا لذاكرة المدى البعيد. هنكتب فيه parts of speech. ممكن تعمله طبعا بالعرض وتوسع على نفسك وتكتب تحت كل جزء الأمثلة بتاعته. تمام.
وعندي ايه هي ال parts of speech. عندي nouns، عندي verbs، عندي adjectives، عندي pronouns، عندي adverbs، عندي conjunctions، عندي prepositions، عندي determiners، وعندي interjections. تمام. وبكده طبعا اكون جيت لنهاية الفيديو، وان شاء الله هناخد المرة الجاية بإذن الله ازاي نكون جملة بسيطة. احنا كده اتعرفنا على اجزاء الكلام اهو، من اول كلمة واحدة لحد ما نوصل لجملة معقدة او جملة مركبة. يا ريت اللي لسه ما اشتركش معانا في القناة ينزل بسرعة يفعل زر الجرس ويشترك معانا في القناة عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير، وهتابعوني على جروب التليجرام في الوصف تحت الفيديو، واشوفكم بإذن الله في فيديوهات لاحقة. باي.